السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل ازاي نسلق الكرنبة مع بعض بطريقة امهاتنا زمان. طريقة سهلة جدا، مش هتهدر معايا ولا ورق خالص. معايا كل الورق هنعمله بطريقة جميلة جدا. الورقة تطلع معايا مظبوطة. اول حاجة بشيل الجزء الناشف بتاع الكرنبة، بفتحها حواليه كده بسكينة، بقعد اسلك حواليها بالسكينة كده عشان اخليها تسيب الورق بتاعها. فتحتها كده من كل الجناب، ويبقى شوية كده هطلعهم بسكينة عادي، واطلع قلب الكرنبة الصغير اللي بيبقى جوه ده. هشيلها كده بالسكينة، هيطلع معايا انا كده خلاص. فضيت حواليها يا دوبك، بس هرفعها بايدي هيترفع معايا كله. اهي كده طلعت كل القلب بتاع الكرنبة. هو ده كده الورق الكرنبة بس. طبعا لو عايزين نعرف الكرنبة حلوة ازاي، بنجيبها الراجل يا بينقيها لك، يا اما انت بتخبطي عليها كده تحسي ان هي بتطبل معاكي، مش خفيفة كده ومضغوطة ورق. هنحطها بقى، نسخن مية على النار، مية تغلي، واحط فيها معلقتين كبار ملح، وابتدي ان انا انزل الكرنبايه بتاعتي كلها في قلب الحلة. احنا بنجيب اكبر حلة عندنا وبنسلق فيها الكرنبة. اول حاجة هننزل بالوش بتاع الكرنبة كده من ناحية العروق الورق كده، ننزل بيها عشان خاطر نطريها ونفتحها الورق يخليه يفتح معانا على طول. يا دوبك هسيبها اول مرة، اول حطة كده في المية هسيبها حوالي دقيقة كده، مش اكتر من كده. اول ما احطها الدقيقة دي هبدأ بقى ان انا احط الورق ثواني بس، واشيل على طول 30 ثانية للورقة، وعشان الورق ما يتهريش معايا. هقلبها كده كلها يمين وشمال لحد ما كلها طول المية السخنة. بعد كده هبدأ افك منها الورق واشيله. شايفين بقى الورق بيتشال سهل ازاي اول ما اتحط في المية المغلية. هشيل كده على طول ورقة ورقة معايا كام ثانية كده، وهنشيل. هفكها الاول، هسلكهم من بعض كده وانزلها في المية، تقف معايا كام ثانية كده في المية، العروق بتاعتها تطرى. بس هنخلي بالنا عشان الورق ما يتهريش طبعا. دي احسن طريقة لسلق الكرنبة، احسن من اي طريقة تانية. الطرق بقى اللي بتبقى متقطعة الكرنبة دي بتخلينا تهدر ورق جامد قوي، انما الطريقة دي بيبقى الورق زي ما هو، الورق زي ما هو، ولا حاجة بتبوظ مننا ولا الورق بيتقطع. شايفين الورق مجرد ما اتحط في المية سلك كله من بعض كده، وبقت نعرف نشيله. هي دوبك كام ثانية كده وبرفعه على طول من النار من المية. بس خلاص كده خلصتها من هنا. بعد كده هقلبها بقى وابدا اطلع القلب الكرنبة من جوه، بيكون طري قوي، فهبتدي ان انا اشيله بسرعة عشان ما يتراش قوي مننا ولا يتهري. هي الحاجات دي اصلا بتبقى طرية، يا دوبك بتتحط بس في المية كام ثانية كده وهتلاقيها خلاص استوت، قصدي طريت. احنا الكرنب ده طبعا احنا عايزين نخليه طري بس، وهي لما بنحطه كله على بعض من المية المغلية بتخليه يستوي كمان شوية. فهو كده يا دوبك كام ثانية يبقى حلو قوي للورقة. شايفين الورقة شكلها جميل ازاي، ما تقطعتش معانا خالص، المية فكتهم من بعض. احنا هنشيل الجزء الناشف بتاع العرق ده، وهنشيله كده، ده العرق بتاع الورقة. وهنبتدي ان احنا ده شكلها، ونبتدي ان احنا نلفها ونقطعها. بنلفها كده، بساوي الجزء اللي فوق كله على بعض، وابتدي ان انا ابرمهم على بعض، وبعد كده اقطعها حجم الصباع اللي احنا محتاجينه. انا بحب صوابع صغيرة. شايفين دي حجم الورقة. لو عايزة تقطعي اصغر من كده شايفين الورق كله سليم معايا. اي حتة ناشفة تحت ايدي هبتدي ان انا اشيلها وانا بقطع كمان. مش ناشفة من الورقة، ده هكون ناشفة من العروق. لو في حتة فيها حاجة عرق ناشف هبقى اوريكم ورقة كده لو فيها عرق ناشف. هوريكم واحدة كمان بنشيل منها العرق بتاعها ده بالسكينة، ونبرمها تاني زي ما برمناها، وبعد كده نبتدي نقطع. ودي اسهل طريقة بنسلق بيها الكرنب لا بيتقطع معايا ولا بيهدر ورق خالص، بيفضل زي ما هو كده سليم. دي احسن طريقة بتاعت امهاتنا زمان.
شايفين ما خدش معايا وقت خالص، يا دوبك يعني انا تقطيع الكرنب ده كله اخد معايا حوالي 5 دقايق، حاجه سهله يعني كده، مش هتاخد حوارات كتير. هبتدي بقى ان انا اخلص الكرنبه كلها بنفس الطريقه. اهي شايفين وانا بقطع اهي، اي حاجه ناشفه في ايدي هقطعها وارميها. وهو كده انا خلصت الكرنبايه كلها. انا كنت جايبه كرنبايه صغيره. اللي عايز يخزن ورق الكرنب برضو بنحطه كده يغلي الغلوة البسيطة دي، واقطعه كده واشيله في اكياس في الفريزر بعد ما اصفيه من المية عشان ما يعملش تلج والتلج يكمل سواه. يعني التلج بيكمل سوا الكرنب ده في الفريزر، فاحنا نخلي بالنا من الحتة دي ونخلي الورقة ناشفة شوية. هو ده شكل الورقة وحجمها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.